قبل ما ننقل على اخبار الاولمبياد عن نادي الزمالك والازمه او المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك، انا عايز اقول ان المشكله في نادي الزمالك تتلخص في حاجه واحده، وتتلخص يعني شوف الافلام اللي الزمالك فيها دي بقى له حوالي من ساعه مباراه المغرب الفاسي، انا مش فاكر التاريخ والله، يعني اعتقد من شهر 5 او اخر 4، 3 شهور مثلا او شهرين ونص. الافلام والمشاكل والصراعات والخناقات والزعل من الجهاز الفني وزعل من بعض اعضاء مجلس الاداره، والافلام دي كلها بسبب موقف تم في 25 ثانيه او 30 ثانيه، وموقف يعني ساذج جدا من شيكابالا. ان نادي الزمالك كله دلوقتي الصراعات والخلافات وكده، شيكابالا يرجع ولا ما يرجعش؟ الجهاز الفني كابتن حسن شحاته والجهاز الفني مش عايزينه يرجع، او شايفين ان ده قرار تربوي، ان اللي عمله شيكابالا مع الكابتن حسن شحاته مالوش مبرر، وموضوع كان صعب جدا، وكابتن حسن شحاته شايف ان هو مش يعني صعب اللي هو يتعامل تاني مع شيكابالا في الفتره اللي جايه. بعض اعضاء مجلس الاداره شايفين ان شيكابالا يرجع للفرقه، خصوصا بعد النتائج السلبيه الفتره اللي فاتت، والخساره من تشيلسي وخساره من النادي الاهلي. فدي نقطه الخلاف. كل المشاكل اللي في نادي الزمالك دي بسببها موضوع شيكابالا، وشيكابالا مش في دماغه، قاعد في الساحل الشمالي كان الفتره اللي فاتت في مارينا، فلوسه او عقده الجديد بتاع الموسم اللي هو هيخش علينا القادم بتتحط له في البنك، واللعيبه تتمرن وفي الماتشات ومدعوكين وسفر ومش عارف ايه، وهو شيكابالا مش في دماغه، راجل قاعد بيصيف وما عندوش مشاكل وفلوسه بتتحط في البنك ومفيش مشكله خالص، والدنيا مقلوبه في نادي الزمالك. يعني كل الافلام اللي نادي الزمالك دي فيها بسبب اللي احنا شايفينه ال 20 ثانيه دول، وان هو الجهاز الفني يعني شايف، او الكابتن حسن شحاته على وجه الخصوص شايف ان القصه، يعني هو السنه دي ما عملش حاجه مع شيكابالا سيئه تستدعي ان شيكابالا يكون بيقول كده، مثلا بيقول الفاظ او بيعترض على الكابتن حسن بالطريقه دي. فكل الافلام اللي في نادي الزمالك، ومش عايز اقول بقى، مش عايز احمل طبعا الموقف ده ان الزمالك بيخسر وكده، لكن كل المشاكل وكل الزعل وكل برضه عدم التوفيق. ما انا عايز اقول لكم حاجه برضه، لما بيحصل الزمالك مثلا، احنا قلنا الزمالك كان كويس في ماتش تشيلسي من الناحيه الهجوميه في غانا، وكان قريب من الفوز وبيتقدم مرتين، قلنا والناس بتقول، يعني مش كريم اللي بيقول، الناس بتقول ان الزمالك كان كويس في ماتش الاهلي وضيع فرص كتير. التوفيق ما بيجيش غير للمجموعه، وكان كلام كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح معايا، وانا الكلام ده يعني ببصم عليه بالعشره. ربنا بيوفق المنظومه او الجماعه اللي هم كلهم جوه مع بعض، قريبين من بعض، بيحبوا بعض. لكن الزمالك الفتره اللي فاتت النوايا الكويسه، او لو في مثلا في زعل، في حزن، كل الافلام اللي في نادي الزمالك دي بسبب الموقف اللي احنا شفناه في الفترة اللي جاية. والجهاز الفني عايز يعمل حاجة يعني تربوية، ولكن الظروف مش مساعداه. الخسارة في ماتشين، طبعا لو الزمالك كان كسب ماتشين او كسب ماتش وتعادل ماتش كان الامور هتختلف بشكل كبير. المهم نخرج من القصة دي ونروح لاخبار اولمبياد لندن 2012.